الحلقة دي هبدأها بأكتر كلمة بحب أقولها لما أجي أبدأ أي حاجة في حياتي متعلقة بالفلوس، وهي إن أنا أقولك إن أنت فقير. ومش بس كده، مش هقف هنا، لأ هزود عليها وهقولك إن أنت السبب في إن أنت فقير. وانا عندي قاعدة عامة بتقول ان طالما انت شخص سنه عدى تقريبا ال 25 سنة، فانت اي حاجة بتحصل لك في حياتك هي مسؤوليتك 100%، حتى لو انت ما عملتهاش. ولكن طالما انت خدت قرارات في حياتك وصلتك لاي ظرف انت فيه، يبقى انت اللي مسؤول 100% عليه، لان انت راجل كبير وناضج. وعشان كده انا عارف ان في ناس كتير هترد وتقول لي مش مشكلتي ان انا فقير، المشكلة ان المرتب قليل، المشكلة ان الدخل مش كتير، المشكلة ان انا مش عارف اعمل مصادر دخل تانية. ولكن في الحلقة دي انا جاي اقول لك ان ده اي كلام، لان في الحلقة دي انا جاي اثبت لك انه انت فقير مش علشان دخلك قليل، ولكن انت فقير علشان انت العادات بتاعتك المتعلقة بالفلوس هي اللي وحشة واللي بايظة. وهي دي الحاجة اللي الناس مش قادرة تفهمها. الدخل طبعا بيساعد في موضوع انا فقير ولا غني، ولكن اللي بيساعد اكتر واللي عليه تأثير اكبر بكتير هي حاجة اسمها الماني هابتس، العادات المتعلقة بالفلوس. واحنا في الحلقة دي جايين نتكلم على الماني هابتس اللي انت ممكن تعملها، هنتكلم على 6 بالظبط، علشان تبدأ تحسن نمط حياتك من شخص فقير لشخص بيسعى وبيوصل ان شاء الله لحالة مادية احسن بكتير. مش عايزك تزعل مني على المقدمة، ولكن ده كلام كان لازم اقوله. ففي الاول كده لو تخيلت معايا ان في الشخصين دول بيقبضوا نفس القبض بالظبط، نفس المرتب بالظبط، يعني عمره ما اتغير، وبصينا عليهم بعد 20 سنة، هل اكيد الاتنين هتبقى حالتهم زي بعض؟ يعني هل اكيد الاتنين يا اما هيبقوا فقراء يا اما هيبقوا اغنياء لان هم بياخدوا نفس المرتب؟ الاجابه هنا لا. الاجابه هنا ان انت في شخص معين ممكن تلاقي ان هو بقى غني جدا، وتبص على التاني تلاقيه ان هو لسه فقير او بقى افقر حتى. وهي دي الحاجة اللي بتثبت لك ان الدخل مش هو اللي متعلق. ولو هديك من المثال البسيط اللي كلنا عارفينه وبنشوفه في كل الفيديوهات، ان والله لو في واحد خد مرتبه واستثمره، واحد تاني خد مرتبه وصرفه، طبيعي بعد 20 سنة اللي قاعد يستثمر كل السنين دي اكيد هيبقى اغنى بكتير قوي. فهو هنا عنده هابت معينة ان هو بيستثمر فلوسه، وهنتكلم عنها، وعشان كده هو بقى اغنى. فعشان كده انا بحاول اوصل لك ان الدخل مش ضروري هو الشيء الاساسي. وكلمة ماني هابتس او عادات الفلوس عشان تفهمها هي حاجة من الثلاثة. بالاخر كده، عاداتك في صرفك للفلوس، ازاي بتصرف، بيحصل ايه لما بتصرف، بتحس بايه لما بتصرف، بتصرف امتى. تاني حاجة، تفكيرك عن الفلوس عامل ازاي لما بتسمع فكرة الفلوس، لما بتسمع صرف، لما بتسمع تحويش، استثمار، تفكيرك مخك بيشتغل ازاي. وتالت حاجة الرياكشن، تفاعلك مع الفلوس. لو انت مرة واحدة كسبت مليون جنيه، يا ترى هتعمل ايه بيها؟ هتصرفها كلها؟ هتحوشها كلها؟ هتفكر فيها ازاي؟ هتقسمها؟ الكلام ده كله، هي الحاجات دي، الثلاث حاجات دول لو قدرت تظبطهم، هم دول الحاجات اللي تحت الامبريلا بتاعه ماني هابتس او عادات الفلوس. واحنا في الفيديو ده هنتكلم على 6 عادات في الفلوس انت بتعملهم النهارده. العادات دي هي سبب ان انت زي ما قلنا في اول الفيديو فقير. اول عاده هنتكلم عنها هي ان انت مش بتعمل تراكنج للاكسبنسز بتاعتك، مش عامل ميزانيه لحياتك. فلوس بتخش لك، المرتب بيخش لك، الفلوس ايا كان دخلك منين بتخش لك، وانت بتبدا تصرف من غير ما تبدا تراجع او تعمل ميزانيه او تعمل تراكنج للارقام دي كلها. مش بتبص الفلوس رايحه فين، مش بتبص الفلوس جايه منين، مش بتتابع اي حاجه، ماشي على الله حكايتك. وبتيجي دايما في تاني او تالت اسبوع في الشهر وتقول ايه ده، هي فلوسي خلصت ليه؟ الفكره كلها عدم التراكنج ده بيعمل عدم وعي. انا مش عارف انا بعمل كتير ولا قليل، انا مش عارف انا محوش كتير ولا قليل، فانا بالتالي مش عارف انا بصرف كتير ولا قليل. فبيحصل ان انا كل شهر بخش في ازمه ماديه. فده حلها بسيط جدا، وهي اكسلايه جميله كده اسمها الميزانيه. وبنبدا نكتب كل الارقام اللي داخله وكل الارقام اللي خارجه، وبنبدا نحسبها يوميا كمان. بنكتب الارقام دي علشان كل يوم ابقى مستوعب انا معايا كام وانا صرفت كام وهكذا. ودي عاده سهله جدا وهتعمل تاثير بنسبه 80 ل 90% والله على حياتك الماديه لو بداتها من بكره. تاني عاده او تاني مشكله انت بتعملها هي حاجه اسمها ايموشنال سبيندنج، ان انت بتصرف لحاجه متعلقه بالمشاعر بتاعتك. من الاخر كده، النهارده كان يوم صعب قوي، ده انا هطلب بقى ديليفري وهطلب اكل بالزياده بقى ب 500 جنيه.
والله الاسبوع ده كان صعب جدا، انا بقى هشتري لنفسي هديه غاليه قوي. والله انا شايف ان السنه كانت صعبه، انا هشتري لنفسي عربيه انا معيش حتى القسط بتاعها. فكره الايموشنال سبيندنج حاجه مشهوره جدا وموجوده عندنا كلنا، ومعظمنا في الاغلب عشان احنا الحمد لله مسلمين بنقلبها في الاكل. يعني بيبقى اسمه ايموشنال سبيندنج، وكمان اسمه ايموشنال ايتنج، ان انا والله انا مكتئب فانا هطلب بقى بيتزا وفرايد تشيكن وايس كريم ومش عارف ايه. هو الفكره كلها ان انت بيقول لك عمرك ما تاخد قرار شراء وانت في حاله متعلقه بالمشاعر وانت عندك مشاعر. لو انت النهارده فرحان قوي وجا في مخك انا هشتري، وقف استنى لما الفرحه تروح او تدوب، يعني تقل كده مع ساعه ساعتين، وشوف انت لسه عايز تشتري الحاجه دي ولا لا. لو انت متضايق قوي او متعصب قوي او اليوم كان صعب قوي، نفس الحاجه، وقف، ما تاخدش اي قرار متعلق بالشراء. طبعا في حالات معينه بتبقى يعني انت فعلا محتاج تهون عن نفسك، مش هقول لك لا، بس خليها حالات يعني قليله جدا في ايامك وفي شهورك علشان ما تروحش في حاله ماديه انت مش عايبها. تالت حاجه او تالت عاده انت بتعدي فيها، وطبعا دي من اوحش العادات، comparing lifestyles، ان انت بتقارن اسلوب حياتك باسلوب حياه الناس اللي حواليك. وانا عايز اقول لك ان في ناس قليله جدا بتتاثر بالسوشيال ميديا وبالانفلونسرز وبالممثلين والمغنيين والكلام ده. يعني محدش فينا بيتفرج على ساويرس ويقول يا ده نفسي اوصل له او كده، لا ساويرس بعيد قوي. بس احنا المشكله عندنا ان احنا في الاغلب بنبص على اصحابنا، ودي حاجه وحشه قوي لان هي حاجه غير سويه اصلا. تبص على واحد صاحبك هو اشترى التليفون الجديد، يمكن هو ربنا فتح عليه، ويمكن هو اصلا بياخد قرارات ماديه غلط، هو معهوش الفلوس دي، ومع ذلك هو اشترى الموبايل الجديد. فانت بتبقى كده في حته جواك محسساك ان ده معناها ان انت قربت لان انت تشتري الموبايل الجديد بتاعك، مع ان ملهاش علاقه. هو لو الراجل معاه فلوس وبيشتري كل سنه موبايل، ده ملوش اي علاقه بحياتك ولا بقراراتك نهائيا. ففكره المقارنه بلايف ستايل تاني بمعيشه غير المعيشه بتاعتك، ده بيوديك في داهيه، ودي حاجه غير سويه. يعني انت انسان غير سوي لما تبص على الناس والحاجات اللي معاها، دي حاجه مش صح ومش سويه وبتبوظ حالتك الماديه. رابع حاجه ومن اشهر الحاجات، عدم الاستثمار. استثمار الفلوس هي واحدة من اعظم الحاجات اللي بتكبر فلوسك. فكرة ان انا والله مش متعلم، فكرة ان انا والله دخلي مش كبير كفاية عشان افكر اصلا ان انا استثمره، حجة ان البلد ما فيهاش فرص استثمار، يعني كل ده كلام فارغ. غيرك بيستثمر وغيرك بيعمل فلوس كتيرة. طول ما انت ما بتستثمرش فلوسك، ده معناها ان انت بتصرف فلوسك. فاسمع مني، روح استثمر فلوسك حالا. الحاجة الخامسة وهي زيادة الدخل. انت للأسف عندك مصدر دخل واحد بس ومتعلق جدا بيه، وانت مقتنع ان انت ما عندكش القدرة انك تعمل مصادر دخل تانية، مع ان انت طالما بتتفرج على نوعية الفيديو ده فانت في الاغلب شفت فيديوهات كتيرة جدا بتكلمك على ازاي تعمل مصادر دخل تانية. طول ما انت عندك مصدر دخل واحد، اوعدك انت ماشي في سكة غلط. طول ما انت معتمد على مصدر دخل واحد، انت هتفضل فقير. انا عايز اقول لك زمان في الستينات سبعينات تمانينات، مصدر دخل واحد ده كان شيء طبيعي جدا. العكس، ده هو ده الشيء اللي الناس عايزاه، والواحد ده كان بيكفي الناس في المعيشه بتاعتهم، بالعكس كان بيبقى معاهم فلوس زياده كمان. وصلنا احنا في مرحله يعني بدايه الالفينات كده، وهي كانت فكره الانتربرينور شيب والستارت ابس، ونفتح ستارت اب ومش عارف ايه. وكان الهدف ان انت يبقى عندك مصدر دخل واحد، بس مصدر دخل بشكل شركه، لان انا ما اقدرش بالوظيفه النهارده والمرتب بتاعها اعيش حياه كريمه. خلي بالك كان في ناس عندها وظايف وبتاخد فلوس كويسه، يعني بتقبض كويس وكان الاقتصاد كويس والدنيا كويسه، ولكن احنا كنا ساعتها في الانفتاح بتاع الانترنت، فانا عايز بقى العربيه وعايز اسافر وي فكان فكره الستارت اب. النهارده احنا في زمن فكره السايد هاسل، اللي هو انا عايز افتح مصدر دخل اونلاين، سولوبرينور، اللي انا بالظبط اللي انا بعمله في حياتي. ولكن الفرق الوحيد ان زمان الحاجات دي كانت رفاهيه. الراجل اللي عنده كذا مصدر دخل دي حاجه رفاهيه، الراجل اللي فاتح ستارت اب ده راجل مختلف لان الوظيفه كويسه ومرتبها كويس. النهارده الراجل اللي عنده كذا مصدر دخل ده الانسان اللي عايش حياه بس عاديه كده، يا دوبك عايش. تعدد مصادر الدخل في الزمن اللي احنا فيه شيء اساسي، لان الاقتصاد واقع والدنيا غاليه، وده مش في مصر، ده في العالم كله. العالم كله بينتقل الى تعدد مصادر الدخل. فطول ما انت معتمد على مصدر دخل واحد، اوعدك هتفضل عايش فقير طول حياتك. واخر حاجه، ودي من العادات طبعا الوحشه جدا ومش عندنا الحمد لله لان احنا معناش فلوس اصلا، هي اسمها living to impress. عايش عشان تبهر الناس، من الاخر بتتمنظر على الناس. راجل اشتغل وعمل فلوس وفعلا بدأ مثلا فريلانسنج وعمل فلوس حلوة، فاشترى ساعة غالية، فاشترى عربية غالية، فسافر سفرية غالية عشان يقعد يتصور صور. والهدف من كل ده ايه؟ المنظرة. هو مش محتاج الساعة، على العكس ده هو اصلا بيته لسه وحش فيه مشاكل،
ومش محتاج العربيه، بالعكس، بس هو عايز برستيجه لما الناس تشوفه في الشارع. الحاجات دي كلها ولا بتجيبك ورا ولا بتجيبك، انا اسف، الحاجات دي ولا بتجيبك قدام، هي بترجعك ورا. الحاجات دي من اوحش الحاجات، سواء كانت ماديا وحشه، واحنا في الحاله دي بنتكلم على ماديا، ولكن دينيا انت بتتمنظر. يعني انت بتتمنظر على حاجه مش انت اللي عملتها، ربنا اللي عملها لك سبحانه وتعالى يعني، فانت اصلا غلطان 100%. ولكن يعني نتكلم في الحته الفلوس. انت النهارده عملت فلوس، الفلوس دي اولى تستثمرها في نفسك، اولى تستثمرها اصلا وتكبرها اكتر. انا عايزك تبدا تتمنظر لو انت عايز فعلا، او تشتري الحاجات الغاليه دي لما انت تبدا تعمل فلوس فعلا فعلا كبيره قوي، يعني فلوس كتيره. قلت مثلا عملت 100 مليون 200 مليون واتبرعت خلاص وبنيت الجمعيه وبنيت الجامع، يعني خلاص انت فعلا الفلوس دي كده وعندك احتياج للحاجه. خلي بالك، ان شاء الله في يوم من الايام ان شاء الله هشتري ان شاء الله طياره خاصه. انا عايز اشتري طياره خاصه، بس انا مش هشتريها بس عشان فكره ان انا يبقى اسمي عندي طياره خاصه، لا، انا هشتريها علشان انا هكون في مرحله في حياتي بسافر كتير قوي، فهيكون يا اما ارخص لي يا اما اسهل لي، لان هو في الاغلب مش ارخص، اسهل لي ان انا اسافر بطياره خاصه بتاعتي انا المتحكم فيها، بتحرك تقريبا كل يوم بسافر دوله، فساعتها الطياره الخاصه هتكون منطقيه. لو انا شغلي ما وصلنيش للمعيشه دي ان انا عندي الاحتياج ده، حتى لو انا بسافر كتير مش هشتري طياره خاصه لان انا مش محتاجها. حتى لو انا مالتي مليونير هشتريها ليه؟ يعني مثلا على موضوع اليخت ده، كل الاغنياء بيشتروا يخت. انا راجل ما بيحبش يسافر في البحر، انا ما بحبش الفكره دي، بالنسبه لي وحشه جدا وابات في البحر وكده، عمري ما هشتري يخت. حتى لو بقيت اغنى واحد في العالم مش هشتري يخت، مش هنافس حد في اليخوت، انا مش عايز ده، دي مش حاجه انا بحب اعملها، فمش منطقي ان انا اجيبها يعني. ففكره ان انت بتتمنظر بالمعيشه بتاعتك ده شيء غلط جدا. طيب، احنا اتكلمنا على 6 عادات مخلينك فقير. ايه الحاجات اللي انت تعملها؟ هنتكلم على 5 حاجات كل واحده في جمله اللي انت تعملها دلوقتي علشان تقلب العادات الوحشه دي وتخلي حياتك حلوه. وعايز اقول لك ان انت والله لو واظبت على الحاجات دي شهر، تقريبا كمان اقل من شهر، والله هتلاقي ان حالتك الماديه اتحسنت واتغيرت تماما يعني. اول حاجه هي التراكنج. موضوع التراكنج ده زي ما قلنا جوجل شيت بتكتب عليها كل اللي داخل وكل اللي خارج. عملت عليها كورس كامل وفي ملف كامل انا عامله لك، هحطه في اللينك تحت بتاع الفيديو ده، ممكن تروح تشوف الكورس، ممكن تنزل الملف وتستخدمه للتراكنج بتاعك. تاني حاجه اسمها ديلي الجراتيفيكيشن. يعني ايه؟ يعني النهارده انا راجل معيش فلوس، اشتغلت فريلانسر وجبت الحمد لله اول عميل، واول عميل جاب لي شغلانه مثلا ب $100، عملت 5000 جنيه النهارده. ما اخدش ال 5000 جنيه دي واروح على طول اشتري الموبايل الجديد لان انا استاهله لان انا تعبت، لا. ديلي جراتيفيكيشن معناها ان احنا هنأجل الهديه او الجايزه اللي انا استاهلها. انا استاهل الموبايل واستاهل هديه واستاهل تيشيرت جديد وبارفان جديد والحاجات دي، ولكن هنأجلها شويه لما نوصل لمرحله ان احنا معانا فلوس كتيره نقدر نبدا ندلع نفسنا شويه بيها. تالت حاجه ان انت تبقى متواضع، بي هامبل. التواضع ده من احلى الحاجات اللي في الدنيا. التواضع ده عندنا في الدين، وربنا سبحانه وتعالى بيقول لك من تواضع لله رفعه. فاول التواضع ده شيء اساسي، فانت لازم 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 تتواضع، سواء في فلوسك، سواء في حياتك، سواء في شغلك، سواء في مهاراتك. وافتكر دائما وابدا ان مفيش اي حاجه عندك او بتاعتك او حتى مهاره انت عملتها او شغلانه جات لك غير لو كان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي جابها لك، انت ما عملتش اي حاجه نهائيا. رابع حاجة، تعمل انكم اكبر ومصادر دخل اكتر. يعني لو انت النهاردة عندك وظيفة، روح حاول تترقى، حاول تطلب فلوس زيادة، حاول تنط من شركة لشركة فيدوك فلوس اكتر، واعمل مصادر دخل تانية. اتكلمنا ان دي ما بقتش رفاهية في الزمن اللي احنا فيه. واخر عادة وهي الخامسة، وهي الانفستمنت او الاستثمار. ابدأ شوف وسائل مختلفة للاستثمار، احنا هنبقى نعمل حلقة لسه ما عملناش. ممكن تشوف سوق الاسهم، ممكن تشوف صناديق الاستثمار، ممكن تنزل برنامج ثاندر، في حاجات كتير جدا ممكن تعملها. هتلاقي فيديوهات كتير جدا موجودة على الانترنت بتتكلم على الاستثمار. ابدأ فكر في الموضوع على الاقل، فتح دماغك، اقرا اكتر عنه علشان تبدأ فيه لما تبقى جاهز. بس كده يا سيدي، اتمنى الحلقه دي تكون لو علمتك حاجه واحده بس، كسرت الحاجز اللي مفهمك ان مشكلتك في الفقر ان انت دخلك قليل، وفهمتك ان مشكلتك الاكبر هي في الماني هابتس او العادات الماليه اللي عندك. اتمنى تكون استفدت، وما تنساش تعمل لايك وكومنت وشير وسبسكرايب، واشوفكم في الحلقه اللي جايه.